في ملخصنا النهاردة هنشوف خطة جديدة للتفرقة بين محمد وأصلي، والمرة دي هتكون من اتحاد خديجة مع المهووس بارش. أو مفاجأة كبيرة هتحصل في حلقتنا عن علاقة ضياء بسحر وكمان آلاء. علشان تعرفوا ايه الحكاية تابعوا معانا الملخص للنهاية، أو اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو أو نشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. بتبدأ الأحداث وبنشوف ضياء اللي بيشرب مشروب آلاء، وبيبتدي يحس إحساس غريب فبينده للنادي اللي يلحقه، أو بيخبط فيه فبيوقع الكاس وبيعتذر منهم وبيمشي. أو بيفضل ضياء حاسس إن هو مش عارف يتنفس لحد ما بيقع على الأرض. بتتخض آلاء وبتنده على بيستا علشان تطلب الإسعاف بسرعة. بنروح لأصلي اللي بتكون فهمت إن بارش لسه مهووس بيها، بتحاول تخرج لكن بتلاقي محمد في وشها، فبتطمنه إنها حست إنها تعبانة شوية. فبيعرفها إن خديجة اتكلمت معاه بخصوص المشاكل اللي حصلت وطلبت منه يعتذر لأصلي بالنيابة عنها. فبتاخده أصلي وبينزلوا علشان ما يشوفش بارش. بنروح لسحر اللي بتكون بتقرأ رسالة ضياء واللي بيكون كاتب فيها قراره، بيعرفها إن هو زمان عشق آلاء، مع الوقت اكتشف إن هو لسه بيعشقها لكنه مش شخص هيسيب ولاده وراه علشان نفسه. وعلشان كده قرر يدفن آلاء وحبها في قلبه ويكمل حياته وسط ولاده لو هي وافقت على ده. بتعيط سحر وبتخبي الرسالة بسرعة أول ما محمد وأصلي بينزلوا، وبتقول لهم إنها بس مصدعة وهتاخد العلاج وتكون كويسة. بيكون بارش نازل وبيلاقي خديجة في وشه، فبتسأله هو كان بيعمل إيه فوق، فبياخدها يتكلموا بره. بتعرفه خديجة إنها عارفة إن هو يعرف أصلي من زمان. بيرن تليفون نفزت، بيعرف اللي حصل فبيتصدم. بنرجع لبارش اللي بيعرف خديجة إن هو اللي قصد يوريها الصور علشان يوصل للحظة دي، لأنه اختارها لأنها أضعف واحدة في البيت واللي هتوصله الأصلي. بتكون سحر فرحانة إن ضياء اختارهم لكنها بتلاقي نفزة داخل عليها. وبنرجع لخديجة اللي بتهدد بارش إنها تقول لمحمد لكنه بيمنعها وبيعرض عليها إنها تساعده ياخد أصلي وتاخد هي محمد، وبكده يكونوا هما الاتنين كسبوا اللي هما عايزينه. فبتوافق خديجة. بنرجع لسحر بيقول لها نفزة اللي حصل، فبتتخض وبتكون عايزة تروح لضياء لكنه بيمنعها لأن وقتها هيتكشفوا. وبتكون أصلي في الحمام وبتسمع صوت بره، فبتخاف وبتلبس وبتمسك حاجة في إيديها لأنها مفكرة بارش، لكنه بيطلع محمد بيسألها في إيه، فبتعرفه إنها بس اتخضت وبتخرج تلبس. بنشوف ضياء خارج من المستشفى مع آلاء واللي بتصمم إنها توصله بعربيتها. بيشوف ده الراجل وبيعرف نفزت وبيطمن سحر، وبتيجي فردوس وتحس إن في حاجة غريبة لكن نفزت بيمشيها. بيفضل محمد يكلم أصلي لكنها ما بتردش عليه، بيجيلها رسالة من بارش إن هو دايما موجود جنبها. ولما بيسألها محمد من مين الرسالة بتكذب وتقول إنها من الشركة. بنروح لبارش اللي بتكون خطته إن هو يخلي أصلي دايما خايفة أو مش على بعضها علشان يشكك محمد فيها ويوقع بينهم. وقتها هما هيدخلوا بينهم وكل واحد ياخد اللي هو عايزه. أما محمد بيلاقي الرسالة اتحذفت لكنه ما بيديش اهتمام. بيجي نفزت يدخل البيت بيلاقي فردوس قاعدة في وشه، بتسأله هو بيخطط لإيه مع أخته المرة دي، لكنه بيطمنها إن مفيش حاجة. فبتحذره من إنه يوقع خديجة في مشكلة جديدة، لكنه بيعرفها إن هو بس كان بيتكلم عن فرحها والتجهيزات. لكن فردوس ما بتكونش مرتاحة لبارش وحاسة إن وراه حاجة. بنشوف ضياء قاعد مع بيستا في بيت آلاء اللي بيكون واضح كده إن في بينهم رابطة غريبة. وبتيجي آلاء وبتسمع بيستا وهي بتسأله لو بيحب أمها، فبيجاوبها ضياء إن آلاء شخصية قوية جدا لكنه حبها جدا. وبتدخل آلاء عليهم علشان تأكل ضياء، وبتقوم بيستا وبتسيبهم لوحدهم. بنشوف إن حد لقى رسالة ضياء وحطها على مكتب آلاء. بترن سحر على ضياء وبيطلب من آلاء إن محدش يعرف حاجة عن حادثة التسمم اللي حصلت له. بتخرج أصلي البرش تطلب منه إن هو يمشي من البيت ويبعد عنها. بيخرج محمد ما بيلاقيهاش في الأوضة، وبيعرف بارش أصلي إن هو ما قدرش ينساها بسبب اللي حصل وتسبب لها فيه زمان، لكنه اتعلم درس كبير جدا وبيحب خديجة دلوقتي. فياريت ما تعرفش محمد بالسيناريو اللي في دماغها وتقف في وش سعادتهم. بيخرج محمد يسأل أصلي هي بتعمل إيه. وقتها بتوصل عربية ضياء وبيقوم علشان يمشي. بتعرض عليه آلاء يفضل لكنه ما بيكونش عايز يتعبهم معاه أكتر. بيشكرها وبيخرج. بيكذب بارش على محمد وبيقوله إن أصلي وقعت حلقها وكانت بتسأله لو شافه لكنه ما شافهوش. فبياخد محمد أصلي وبيعرفها إن هو هيجيب لها غيره، ما تزعلش نفسها. بيدور ضياء على الرسالة ما بيلاقيهاش، بترن عليه سحر تطمن وتعرفه إنها مستنياه في البيت ورسالته وصلتها فما يتأخرش عليها. بتقعد سحر تبص على صور فرحهم وبتفتكر اليوم ده،
أو بتكون أصلي بتشرب في المطبخ، وبتيجي سحر تسألها لو في حاجة حصلت معاها هي ومحمد، لكنها بتطمنها إن هما بخير. بيجي تاني يوم أو بيكلم محمد أركان علشان يعرف له الرقم اللي بعت لأصلي رسالة، أو بيوصل ضياء على البيت اللي بتستقبله سحر وهي فرحانة، أو بتعرفه إنها خافت تخسره. بينزل محمد وأصلي يلاقوه رجع، فبيسلموا عليه وهما مبسوطين. أو بتدخل فتوش جري على أختها تعرفها إن ضياء رجع وتحكي لها اللي حصل وهما مبسوطين. وبتخرج خديجة البارد تشوفه نده لها ليه، فبيديها جهاز تصنت صغير تحطه في أوضة محمد وأصلي علشان يقدروا يعرفوا هما بيتكلموا في إيه. أو بيقول لها تطلب من محمد إن هما يخرجوا هما الأربعة بحجة إنها عايزة تبدأ صفحة جديدة علشان يلخبطوا أصلي أكتر ويشتتوا علاقتها بمحمد. بتخرج فردوس تشوفهم مع بعض، فبتنده على خديجة، ولما بيسلم عليها بارش بترد وهي مش مستلطفاه. أو بيدخلوا البيت وبيقعدوا، أو بيكون الكل على السفرة وبيجي ضياء وبيقعد. أو بتقوم مينا تحضنه هي وسلجوك وبيسلموا عليه. أو بيعتذر لهم ضياء عن التوتر اللي حصل لهم في الفترة الأخيرة. أو بتعرفوا سحر إن أهم حاجة إن هو رجع وسطهم دلوقتي. أو بنشوف آلاء اللي بتزعق في سربيل عشان اللي حصل في معرضها وتسمم ضياء واستهترهم. أو بتطردها كمان من الشغل وكمان من بيتها. بتتكلم معاها بيستا عن إنها ما كانتش تعرف إنها بتحب ضياء للدرجة دي، وإنها ما كانتش فاهمة علاقتهم ببعض، لكنها شافت الترابط القوي اللي بينهم. لما بتسألها أمها عن محمود وإذا كانت حبته، بتتضايق بيستا وبتعرفها إن كل حاجة بينهم انتهت. أو بتمشي وبتسيبها. بترن بيستا على محمود لكنها بتقفل بسرعة وبتقعد. أو بنروح للراجل اللي بيبيع مخدرات للشباب بس متداري ورا بيعه للمخبوزات. وأول ما بيشوف رجالة محمود بيطلع يجري، وبيجروا وراه بيلاقي محمود في وشه وبيمسكوه الرجالة. وبيكون محمود ناوي يعاقبه لكنه بيلاقي رنة من بيستا. أو بيفتكر كلامها ليه ساعة ما خيرته بين إنه يفضل كده ويبعد عنها أو يتغير علشانها. بنرجع لضياء اللي بيعرفوه إن خديجة اتخطبت لبارش فبيبارك لها. أو بتقوم أصلي تستأذن علشان تروح تقابل أختها. أو بيقوم محمد علشان يوصلها. بيخرجوا بتعرفوا أصلي إنها هتقابل بيستا في بيت أمها، فبينده محمد على بارش علشان يوصلها، لكن أصلي بتتعصب وبتعرفه إنها مش عيلة صغيرة وهتروح لوحدها. بتمشي وبتسيبه، فبيبرر محمد لبارش ردة فعلها علشان ما يحرجوش. بتدخل خديجة على أوضة محمد وأصلي أو بتحط الجهاز فيها وبتخرج. وبيكون ضياء واقف بيبص على صورة مراته وولاده. أو بيدخل عليه ولاده اللي بيكونوا فرحانين إن هو رجع، أو بيطلبوا منه ما يسيبهمش تاني. بتدخل أصلي على آلاء وبتقعد معاها وبتسألها عن المعرض، لكن آلاء ما بتحكيلهاش اللي حصل. أو بتعرفها إن هو كان كويس جدا. أو بتعرفهم إن خديجة اتخطبت لفرد أمن اسمه بارش، فبتتصدم بيستا بس ما بتتكلمش. بتعرف آلاء من أصل إن ضياء رجع البيت. أو بنلاحظ إن آلاء اتضايقت أو بتتحجج بالشغل وبتقوم وبتسيبهم. بنشوف سحر اللي بتدخل على ضياء يشربوا القهوة سوا. أو بتعرفوا إنها مبسوطة إن هو رجع وسطهم من تاني. أو بتتكلم بيستا مع أصلي عن اللي حصل وخطوبة بارش بخديجة. أو بتعرفها أصلي كل حاجة وإنها شاكة إن هو ما اتعالجش. أو بتعرفها إنها خايفة تقول لمحمد علشان مش هيسكت ووقتها هيفكروها غيرانة من خديجة. بتطلب من بيستا تساعدها وتجيب لها معلومات عن فترة علاج بارش. أو بنرجع لمحمد اللي بيعرف إن الخط مش متسجل باسم حد. أو بيجي لضياء مكالمة من الدكتور بيعرفوا إن نتيجة تحاليله ظهرت وإنه ما تسممش صدفة، لكن المشروب كان فيه مادة كيميائية مميتة وإن هما لحقوه علشان ما يشربش منها كمية كبيرة. أو بيتصدم ضياء. بتدخل خديجة على محمد وبتطلب منه إن هما يخرجوا سوا كلهم علشان تقلل التوتر من اللي حصل في الفترة اللي فاتت وتتصالح مع أصلي. وطبعا محمد بيوافق لأنها مثلت عليه الدور كويس جدا. بنرجع لضياء اللي بيفتكر الموقف من أوله، وقتها بيربط الأحداث ببعض أو بيرن على حد أو بيطلب إن هو يشوفه فورا. بنشوف سحر في المطبخ وبتسألها فتوش هيطبخوا إيه، فبتعرفها إن الأكل ده مش ليهم وهيطلع للمحتاجين. أو بتعرفهم إن هما هيعملوا أكل خفيف علشان معدة ضياء، فبيسألوها لو ضياء تعبان لكنها بتلحق نفسها أو بتتحجج بنظامه الغذائي. بيرن محمد على أصلي يطمن عليها، فبتعتذر له إنها اتعصبت عليه من غير سبب. أو بيعرفها إن هما هيتغدوا بره. بيكون بارش سامع ده أو بتدخل عليه خديجة فبيعرفها اللي سمعه. أو بنشوف محمد مستني أصلي اللي بتوصل وبتسلم عليه. أو بتتصدم لما بتلاقي بارش وخديجة داخلين عليهم. أو محمد بيعرفها إن هما هيتغدوا كلهم سوا، فبتعرفهم أصلي إنها لو كانت تعرف ما كانتش جت من الأول. بيحاول محمد يهديها ويلم الدنيا وبيقعدوا. أو بنروح لضياء اللي بيكون واقف مع حد وبيعرفه إن هو كان في افتتاح معرض وعايز أسماء وصور كل طاقم العمل اللي موجود في أسرع وقت ممكن.
أو بنشوف سحر وهي بتتكلم مع نفزت وهي خايفة من اللي حصل، أو إن ضياء يعرف حاجة لكن نفزت بيطلب منها تهدى علشان خوفها ده هو اللي هيفضحهم. بنرجع لخديجة وبارش اللي بيكونوا متعمدين يبينوا إن هما بيحبوا بعض جدا قدام أصلي علشان محمد كمان يطمن، وفي نفس الوقت أصلي تتوتر أكتر. فعلا بتتوتر أصلي وبتقوم وبتسيبهم وبتروح الحمام وهي مش طايقة نفسها، أو بتلاقي خديجة جت وراها بتمثل عليها إنها بتحب بارش وإنها عايزة تصلح غلطها، أو بتعرفها إن الماضي حصل وانتهى وإن هي مش هتعرف محمد حاجة عن علاقتها ببارش لأن ملهاش لازمة ولا بارش معاها دلوقتي. بتعتذر من أصلي عن كل اللي حصل لكن أصلي ما بتكونش مرتاحة لها ولا مصدقاها. بيروح محمود لبيستا اللي بيسألها هي رنت عليه ليه، فبتكذب وبتقوله إنها ما رنتش وإن أكيد الموبايل غلط. فبيعرفها محمود إن هو سلم تاجر المخدرات للشرطة ومعجبوش بنفسه، فبتعرفه بيستا إن ده الطبيعي وإن شغله هو اللي مش طبيعي أبدا. لكن محمود بيعرفها إن هو عمل كده علشانها لأنه بيحبها وبيحاول يتغير. بيطلب منها تروح معاه حفلة فبتوافق وهي مبسوطة. بتكلم آلاء ضياء تطمن عليه وتعرفه إنها عرفت إن هو رجع بيته رغم إن هو ما قالهاش إن هو راجع، أو ما بتستناش منه رد، أو بتتحجج بالشغل وبتقفل معاه. بنرجع لخديجة وبارش اللي بيفضلوا يوتروا أصلي أكتر، أو بتفضل أصلي متعصبة ومبينة إنها مش طايقاهم، أو بيتحرج محمد من رد فعلها. بتقوم أصلي تسيبهم وبتمشي، أو بيروح محمد يوقفها وبيتكلم معاها لكنها بتعرفه إنها متضايقة لأنه جابها من غير ما يعرفها، أو بتمشي وبتسيبهم. فبيرجع محمد يعتذر منهم ويعرفهم إن هو دافع الحساب وإن هم يستمتعوا بوقتهم وبيروح وراها. بتكون خديجة وبارش مبسوطين باللي حصل، أو بنشوف بيستا وهي داخلة مع محمود القاعة أو باين عليها التوتر جدا، أو بيتلم الأطفال على محمود اللي بيديهم كلهم فلوس. بياخد محمود بيستا علشان يقعدوا مع إخواته ويعرفها على باقي إخواته اللي بيبصوا لها وهم مستغربينها، أو بتكون بيستا محروجة جدا. بتلاقي بيستا طبل ومزامير اشتغلوا والطفل داخل، أو بتكون مستغربة الوضع. بنرجع لأصلي اللي بتكون متضايقة من محمد أو مقررة إنها تنام في أوضته القديمة علشان مش عايزة تفضل معاه في نفس الأوضة. بيكون الكل على السفرة، أو بتعرفهم فتوش إن محمد وأصلي مش هينزلوا، وبتتكلم فتوش عن إن سحر ذبحت أضحية بس مرضيتش تعمل منها علشان ما تكونش تقيلة على معدة ضياء، أو بتلحق سحر نفسها وبتتحجج بنظامه الغذائي برضه. بنرجع لمحمود اللي بيشد بيستا ترقص معاه، أو بتاخد بيستا على الوضع، أو بتكون مبسوطة. بيقعدوا وبتكون بيستا شايفة الجانب الطيب من محمود أو مبسوطة جدا. بيجي واحد يتكلم مع محمود وبيقوله إن هو مش لايق عليه ياخد واحدة مطلقة وإن الكل بيتكلم عن إنه يستاهل أحسن من كده، فبيتعصب عليه محمود وبيضربه. فبتتضايق بيستا وبتمشي، أو بيخرج وراها محمود فبتعرفه إن عمره ما هيتغير وإنه هيفضل يستخدم العنف في حياته، وإن حتى لو هتموت بسبب حبها ليه مش هينفع يكونوا مع بعض. أو بتمشي وبتسيبه. بيصحى محمد من النوم يفكر في اللي حصل وهو متضايق جدا. بترجع بيستا على أوضتها وهي منهارة من العياط، أو بتدخل عليها آلاء وبتتخض من حالتها، أو بتسألها لو بسبب محمود، أو بتعرفها إن هو ما ينفعلهاش فما تزعلش نفسها. لكن بتكون بيستا نفسها إن أمها ما يكونش معاها حق المرة دي لأن كل حاجة انتهت قبل حتى ما تعيش أي حاجة. بتحاول آلاء تهون عليها بإنها تعمل لهم فشار وحاجات حلوة ويتفرجوا على فيلم كمان، وبتخرج. وبيرن موبايل بيستا وبيكون واضح إن جالها خبر مهم. أما محمد بيتكلم مع أصلي أو بيقول لها إن دي مش مشكلة كبيرة لدرجة إنها تنام في أوضة لوحدها، أو بيطلب منها محمد مهما حصل ما تبعدش عنه، أو بيسألها هي فيها إيه. فبتتحجج بإنها عاشت أحداث كتير الفترة الأخيرة وإنها عايزاهم يبقوا بعيد عن كل ده. بيجي ضياء ينام بيلاقي سحر داخلة وبتطلب منه تفضل في أوضته الليلة دي فبيوافق. بتكون أصلي مش عارفة تنام، أو بترن عليها بيستا فبتسألها أصلي لو وصلت لحاجة عن بارش، أو بيكون بارش بيتصنت عليهم، أو بيفهم إنها بدأت تتحرى عنه. لكن الصوت بيروح لأن أصلي بتطلع تتكلم بره الأوضة وبتعرف إن بارش ما تعالجش أصلا. بيلاقي بارش أمه بتخبط عليه، بيفتح وما بيسمح لهاش تدخل ولا تتكلم معاه، أو بيهددها إن لو أصلي أو أي حد جالها وعرفته حاجة هتخسره للأبد، أو بيدخل وبيسيبها. بنشوف خديجة وبارش بيتكلموا عن علاقتهم القديمة بأصلي وهم قاصدين علشان مينا تسمعهم، أو فعلا بتسمعهم وبتدخل البيت بسرعة. بيدخل ضياء على الراجل اللي سممه، أو بتكلم أصلي بيستا اللي بيكونوا رايحين لأهل بارش. أو بنرجع لضياء اللي بيخلي الكل يخرج ويسيب القهوة، أو بيحط له فلوس، أو بيسألوا مين اللي طلب منه يعمل كده. فبيعرفوا إن اللي كان مقصود هي آلاء. فبيتصدم ضياء
بنشوف آلاء بتتكلم مع العاملين عندها أو بتأكد عليها إنها ما بقتش عايزة أي غلط في الشغل تاني، أو بيكون الجواب على المكتب لكنها ما بتركزش علشان بتكون مترددة إنها ترن على ضياء تطمن عليه. أما ضياء بيعرف إن نفزت هو اللي طلب منه يعمل كده، أو بيخرج ضياء وهو متعصب، أو بيبدأ يربط الأحداث ببعضها، أو بيكون محمد نازل وبيلاقي مينا في وشه خايفة، أو بتعرفه اللي سمعته وإن أصلي وبارش كانوا صحاب قريبين جدا زمان، فبيتصدم وبيطلع لأصلي وهو متعصب. بيسألها هي ازاي معرفتوش انها كانت تعرف بارش، فبتفكر ان خديجة اللي قالت له، لكنه بيعرفها ان مينا اللي سمعت وانها تبطل تلوم خديجة. فبتعرفه اصلي ان بارش هو الشخص المهووس وانها خافت تقوله علشان ما يعملوش حاجة في بارش. فبيتعصب محمد وبينزل ينده على مليح، بيعرف منه ان بارش خرج فبيطلب منه ملفه فورا. بيفتكر كلام اصلي وخوفها لما حكت له عن المهووس، بياخد الملف وبيركب عربيته، بينزل ضياء من عربيته وهو متعصب، بيرن على واحد اسمه أرجان بيطلب منه حاجة. بتكون أصلي خارجة وبتروح مينا وراها تعتذر لها لأنها ما كانتش تقصد تكبر الموضوع، لكن أصلي بتكون متعصبة وبتمشي وبتسيبها. بتخرج لبيستا اللي مستنياها بتعرفها اللي حصل، بيوصل محمد على عنوان بارش اللي في الملف، لكن بيعرف إن عنوانه مزيف لأن الست ما تعرفوش. بيرن على محمود وبيطلب منه يعرف له كل حاجة عن بارش، بتوصل أصلي وبيستا على بيت أهل بارش، ولما بتفتح لهم أمهم بتعرفها أصلي إن ابنها رجع يلحقها وإنه شغال فرد أمن عندهم وخطب واحدة من عيلتهم، لكن أمه بتقفل الباب وبترفض تساعدهم علشان تحمي ابنها. وبتكون آلاء عمالة تشوف رسايل معجبينها بتلاقي ظرف ضياء بتمسكه وهي مش عارفة هو من مين، بس بتلاقي ضياء داخل عليها فبتسيبه وبتروح تسأله هو جاي ليه، فبيحضنها بخوف، بيعرفها إن هو مش هيسمح لأي حاجة تأذيها ولا تبعدهم تاني لأنه بيحبها، بيفتكروا أيام زمان واللي بينهم وحبهم. بنشوف بارش اللي بتكلمه أمه تعرفه اللي حصل، وقتها بيطلب منها تنفذ اللي هيقولها عليه. بنرجع لضياء اللي بتسأله آلاء لو متأكد من قراره، فبيعرفها إن هو بس محتاج وقت يظبط فيه كل حاجة علشان خاطر ولاده. بيرن محمود على محمد يعرفه إن هو بعت له عنوان بارش، وبتوصل بيستا أصلي على البيت وبتمشي، وبيجي الأصلي رسالة من أم بارش تطلب منها تشوفها علشان تعرفها كل حاجة. بيدخل ضياء على سحر وهو متعصب جدا، بيعرفها إن هو غلط لما صدقها وقرر يفضل معاها رغم اللي عملته زمان. بتتصدم سحر من كلامه. بتكون فردوس في بيتها وبتلاقي الباب بيخبط وبتكون الشرطة بتسأل على نفزت. بنرجع لضياء اللي بيعرف سحر إن هو ما كانش عايز يوصلها لكده لكنهم هيتطلقوا في أقرب وقت، بيسيبها وبيمشي. بنرجع لآلاء اللي بيلفت نظرها الرسالة وبتفتحها، بتعرف إنها من ضياء اللي بيكون كاتب لها عن قد إيه هو حبها لكن ما ينفعش يسيب عيلته وراه، بيكون قراره إن هو هيختفي من قصادها ويفضل مع عيلته. بتتصدم آلاء وبتتعصب وبتسأل الرسالة دي جت إمتى، بتعرف إن هم لقوها في الأرض يوم المعرض وهم بينضفوا. بتوصل أصلي على بيت أم بارش وبتدخل معاها، بيوصل محمد على عنوانه وبيلاقي إن محمود كمان جه لأن صوت محمد كان فيه حاجة وهو مرتاحش. بيفضلوا يخبطوا لكن ما بيكونش فيه حد جوه، فبيفتحوا الباب وبيدخلوا. بيلاقي محمود أدوية فبيصورها، وبتنزل أصلي وبتروح أم بارش بحجة إنها تجيب حاجة. بيطلع محمد وبيلاقي ستارة سودا كبيرة، لما بيشدها بيلاقي صور أصلي فبيتصدم. بيطلع محمود يلاقي الصور يتصدم هو كمان، بتلاقي أصلي بارش جاي من وراها، بتصدم وبتخاف جدا. بتخلص حلقتنا على كده. يا ترى خطة بارش إيه؟ وإيه رد فعل محمد بعد اللي شافه؟ وهل علاقة آلاء بضياء هترجع تتوتر من تاني بسبب الرسالة؟ كل ده وأكتر هنعرفه في الملخص اللي جاي، فاستنونا. اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، وعايزين الملخص اللي جاي امتى؟ ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah,
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna